السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى نعمل مع بعض الكبدة البلدي بطريقة حلوة قوي، وبجد الطعم بتاعها يستاهل انكم تجربوها بالطريقة دي، وان شاء الله هتعجبكم وهتدعولي لما تجربوها. اول حاجة عندي طاسة او جريل، هضيف فيه معلقة كبيرة من السمنة البلدي او مكعب من الزبدة، او ممكن سمنة وزيت وممكن زبدة وزيت اللي حابة تستخدميه. اول حاجه بسيبه يسخن قوي، اهم حاجه الماده الدهنيه تسخن معايا قوي، وبعد كده بنبتدي ننزل بالكبده. ولما بنسيب الماده الدهنيه تسخن فبتلاقي الكبده اخدت لون مباشر اول ما بتنزليها، ومش بتنزل اي حاجه، ويكون كده ده الشغل الصح اللي هيطلع معاكي الكبده ناجحه. اول ما توصل معايا بقى للدرجه دي بنبتدي ان احنا نضيف التوم، بيكون معلقتين كبار من التوم المهروس، هضيف عليهم نص معلقه صغيره من الكمون وهقلبهم كويس. الملح معايا هأجله شوية، وهضيف نص معلقة من الفلفل الأسود. الكبدة مش بينضاف لها توابل كتير، الكبدة احنا بنبقى حابين ان احنا ناكل الكبدة بطعمها الأصلي، مش بنضاف لها توابل، وخاصة ان احنا بنعمل كبدة بلدي فمش محتاجة. بعد كده بقى لما بتكون خلاص دخلت في التسوية بضيف نص معلقة من الملح، وبنضيف فلفل أخضر، حابين تضيفوه حار تمام، مش حابين براحتكم. هنقلبها، وهنا بقى مش بسيبها كتير على النار، خلاص بتكون استوت معايا علشان ما تنشفش معاكي او تشد. واهم حاجه وانتي بتقطعي الكبده انك تشيلي الطبقه القشره اللي عليها علشان ما تشدش معاكي او تكون مش احسن حاجه. هنقدمها وبألف هنا على صحة كل اللي هيجربها. بس في كام معلومة كده حابة اقولها. اول حاجة انا بجيب الكبدة مش بغسلها، بس بشيل الطبقة الخارجية من القشرة بتاعتها علشان ما تخليهاش تشد معاكي، وبضيف الليمون او عصير الليمون وقت الاكل عشان عندي جزء مش بيحب الليمون. لكن انتي لو حابه تضيفيه اول ما تطفي النار بتضيفي عصير الليمون. وكده بنكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو، واسيبكم في رعايه الله وحفظه.